ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم يا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ليه اتوب؟ عشان انت اللي يعني ليه ما تتوبش اصلا؟ نفسي افهم ايه لازمه ان اتوب وانا عارف ومتاكد ان ضعيف وهعمل نفس الغلط ده تاني. اتكعبلت تعمل ايه؟ توب. انا ما كنتش عايز اقع في الذنب وبعدين وقعت، نفسي غلبتني. توب. طيب جيت بعدها توب. طيب ذنوبي اللي فعلتها توب. انا مش حاسس ان انا قريب، انا حاسس ان انا ايماني ضعيف، حاسس ان انا توب. طب بقالي سنتين بتوب، ايه الحل؟ توب. طب انا معاك، هتوب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصت جامعة، كان عندي امتحانين النهارده، ما نمتش تقريبا غير ساعتين او 3 ساعات، ومرهق على الاخر، فجبت واحدة توست. ولكن دي حاجة من الحاجات اصلا اللي انا عايز ابطلها الفترة دي، يعني مش المشروب ذات نفسه ولكن السكريات عموما. اصلا انا من النوع اللي بيعشق الحلويات، ولكن مش ده موضوع. انا مسحت الانستجرام مش علشان موضة ولا علشان كل الناس بتقولك امسح الانستجرام، ولا عشان كلام التنمية البشرية، ولا عشان الجو ده، ولكن مسحت الانستجرام بسبب ان انا عايز ارجع لنفسي، ارجع لحياتي، ارجع لتفكيري، وابطل سكرول. يعني في الفيديو ده مش هجمل لك فيه الحقيقة، ومش هقول لك تعمل زيه وخلاص، ولكن هقول لك ليه انا عملت كده، وانت احكم بقى. يعني لو عجبك الموضوع اعمل زي، ما عجبكش انت حر. الحمد لله جه بوظ الفيديو ومش. طيب
طيب ايه هي اصلا المشكله وليه انا عملت كده؟ كنت كل يوم بصحى افتح واسكرول وافتح وابص على حياه ناس انا معرفهمش، يعني حياه انا معرفهاش وحياه كامله متكامله وبقارنها بحياتي. معاك ان المقارنه حاجه مش حلوه اصلا والمفروض محدش فينا يعملها، يعني عقلك اللاواعي بيخليك اصلا تعملها من غير ما تاخد بالك. ايه النتيجه اصلا من الانستجرام او ايه اللي انا بقيت شايفه؟ بقيت زهقان، بقيت مش عارف اركز في اي حاجه اعملها، بقيت مش عارف اشتغل على نفسي، دماغي مشوشه من كتر الريلز، نوتيفيكيشنز، السكرول. كل دي حاجات كانت بتخليني مش عارف اركز ولا عارف اشتغل على نفسي ولا اعرف اعمل اي حاجه. قررت امسحه اسبوع، ولكن الاسبوع ده يعني ما كانش مجرد اسبوع عادي. ايه اللي حصل بقى؟ بقيت حاسس ان دماغي هديت، بقيت عارف اشتغل على نفسي واركز واعرف انا عايز ايه مني اصلا. رجعت انزل الجيم واركز في مذاكرتي، مش كل شويه بفكر ان انا اصور المنظر جامد قوي. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. بقيت حاسس ان انا عايش عادي من غير ما ابص على حياه حد ولا اشغل دماغي ده عمل ايه ولا صحي عمل روتين ايه ولا نزل راح الجيم ولا نزل قابل ولا نزل عمل اي حاجه. فبقيتش يعني بقيتش شاغل دماغي. انت تقول لي انا كده مش بشغل دماغي وبتفرج وعادي يعني، ولكن انت مش بتتفرج عادي، صدقني انت مش بتتفرج عادي، انت بتشغل دماغك وانت مش واخد بالك اصلا، وده هتحسه بعد ما تمسحه. انا مسحته، ليه انا كمان لازم امسحه؟ لو بتقارن نفسك بغيرك وبحياة غيرك امسحه، لو مش عارف تشتغل على نفسك امسحه. اي حاجة لو بتفتحه بدون سبب ومش عارف انت فتحت ليه، لو بتقعد على الريلز خش كده على الفون لو بتقعد على الريلز بالساعة والاتنين والتلاتة امسحه. فلو جربت قول لي حصل ايه في الكومنتات، ولو انت شايفني غلط في اللي انا بقوله يعني ناقشني عادي، ولو التجربة زادت عليك بحاجة يعني اكتب لنا برضو بحيث برضو كلنا نفيد بعضينا. بس اهم حاجة ما تعيش حياتك في شاشة وانت المفروض تعيشها في الواقع. سلام.